بُص، الفيلم ده مش بس فيلم عن بطل خارق، ده فيلم عن إنسان بيحاول يعيش آخر أيامه وهو تعبان ومكسور وحرفيًا ما عندوش أي شغف للحياة، وده اللي نعرفه في فيلم لوجان. الأحداث بتحصل في مستقبل مش بعيد أوي يعني في 2029 كده، بنشوف إن لوجان نايم في العربية وبينزل، بعدين نلاقي إن في ناس بتسرق كاوتشات العربية بتاعته، بعدين لوجان بيمسكهم وبيفشخهم كلهم حرفيًا بمعنى الكلمة، بعدين بيركب العربية وبيمشي. وولفرين بقى كبير في السن وقدراته حرفيًا بتختفي وسنه بيكبر وهو قدراته ما عادش بقت زي الأول ولا حتى زي زمان، هو الوحيد اللي بقى من الإكس مان، ما عادش في متحولين خالص في العالم اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي. اللي شدني في فيلم لوجان هو دلوقتي تعبان ومرهق ووشه مليان تعب وتحس إن هو شايل حمل الدنيا حرفيًا على كتافه، هو مش طايق أي حد حرفيًا. بنعرف إن لوجان شغال على العربية وبعدين بنشوف إن في ست بتنده له، لوجان بيسيبها ويمشي، بنشوف إنها راكبة العربية وفي بنت معاها. بنشوف إن لوجان بيشتري حاجة وبيرجع تاني للعربية، بعدين بنلاقي إن في واحد بيدخل له العربية وبيقول له أنا عارف إن أنت ذا وولفرين وعارف كل حاجة عنك، بس أنا مش عايز أي حاجة منك، أنا عايز بس أعرف مكان الست اللي هي بتدور عليك. الراجل بيسيب له الكارت بتاعه ويقوم رايح ماشي. بنشوف هنا إن لوجان عايز يشتري يخت أو مركب يعني أي حاجة عشان يعيش هو وجدي ده، يعيش هو بيعيشوا في بحر لوحدهم من غير أي دوشة من غير أي حاجة. هو دلوقتي السعر عمال يزيد كل شوية، اليخت عمال يغلى. لوجان بيروح وبنشوف صاحبنا ده كاليبان، ده واحد بيعرف يتعقب مكان المتحولين لو حد جاي لهم او كده، لكن ما بيعرفش يتعقب مكان البشر. بنشوف ان لوجان رايح يدي العلاج اللي هو جابه ده، راح يدي لتشارلز ده هو البروفيسور اكس اللي هو تقريبا اللي كان جمع الاكس مان وكده يعني، لو انتوا فاهمين الحوار ده. فهو بيحاول يديله علاج ما بيرضاش، تشارلز بيقع، بعدين بيحصل حاجه والمكان كله حرفيا بيقف، فده من تاثير تشارلز، وتشارلز ما عادش زي الاول خالص. بعدين لوجان بيديله مهدئ وبيهدى. هنا تشارلز بيقعد يقول له ان في متحولين لسه وكده وهم عايزينك. لوجان حرفيا بيحطم معنوياته. لوجان بيقول له ما عادش في متحولين خلاص، ما عادش في غير احنا بس. حرفيا هنا تشارلز بيحس ان هو عمال يحطمه في كل حاجه ولا يحطم معلوماته كل مره. لوجان بيسيبه ويمشي وبعدين بنلاقيه قاعد على السرير. تشوف ان لوجان مخالبه اصلا ما عادش زي الاول خالص، هو تعب ومرهق بطريقه فظيعه قوي. لوجان بينام بعدين بيصحى تاني. بنشوف ان صاحبنا ده بيلاقي طلقه ادامانتيوم في بنطلون لوجان وهو بيغسله. نعرف ان لوجان عين الطلقه دي علشان هو حرفيا قرفان من الدنيا ومش طايق نفسه ولا طايق اي حد، فهو تحس ففي اللحظه دي تشوف ان هو عايز يخلص على نفسه في اي لحظه، محتفظ بطلقه زي دي معاه اصلا ليه. بنشوف ان لوجان بيجيله رساله توصيل. لوجان بيروح المكان وبيلاقي البنت والست برضه اللي كانت وراه من اول الفيلم. لوجان بيسيبها ويمشي، فبعدين الست بتقول له هديك 50,000 دولار. شايف ايه 50,000 دولار يعني؟ واحده زي دي معاها 50,000 دولار ليه يعني؟ بعدين لوجان بيقول لها انت جبت الفلوس دي كلها منين؟ بتقول له من ايه، من صاحبي. مش عارف ايه ازاي من صاحبي يعني. مش هي بتقول له هديك النص دلوقتي، نص الفلوس دلوقتي والنص الباقي صحابي يدوم لك لما توصلنا. بعدين هو بيوافق، بس بيقول لها هي البنت دي بنت مين؟ وبعدين بتقول له دي بنتي. بيعرف منها ان هي شغاله ممرضه اصلا. بنروح لتشارلز ونشوف ان لوجان بيقول له انا هروح مشوار واغيب كام يوم كده، ولما ارجع هنمشي من هنا ونشتري مركب ونفضل قاعدين في البحر. فبعدين لوجان بيسيبهم ويمشي. لوجان بيروح بيلاقيه الست ميتة. لوجان بياخد التليفون بتاعها ويمشي. لوجان بيرجع البيت، بعدين صاحبنا ده بيلاقي في شنطة العربية بتاعت لوجان كرة صغيرة والشنطة بتاعت البنت الصغيرة، فنعرف ان البنت ركبت مع لوجان وهو ما كانش عارف. فنلاقي ان البنت جوه مع جده تشارلز اكزافير ده. بعدين بنلاقي ان الراجل جاي تاني. بعدين بنلاقيه بيقعد يكلم لوجان ويقول له انا عارف ان انت ان البت عندك هنا، ويقول له انا عارف ان انت رحت ولقيتها هناك ميته. يقول له ايوه بس انا كنت رايح عشان اوصلها، هي معليش علاقه بالبنت. بس هو بيقول له انا عايز البنت وعارف ان انت مخبيها هنا. البنت تطلع حرفيا يعني بتخنفه. بعدين عايز تخنف لوجان كمان، بس هو تشارلز بياخدها ويدخل جوه. لوجان بيقول لصاحبنا ياخد الراجل ده ويروح يرميه بعيد، ويقوم رايح يرن على لوجان وبعدين هو هيجي له. بعدين بنلاقي لوجان بيدخل للبنت وتشارلز بيقعد يقول له هي دي البنت اللي قلت لك عليها. لوجان بيحس ان هو بيخرف ويقعد يقول له بلاش تخريف ومش عارف ايه. لوجان بيحس بصوت، نعرف ان في عربيات جايه واصحاب الراجل جم. بنشوف هنا ان صاحبنا حرفيا اتفشخ والراجل قام تاني من الموت تقريبا، مش عارف ايه زي كده. بنشوف ان هم كلهم راحوا لوجان. لوجان بيحاول يهرب مع تشارلز وساب البنت وراه. بنشوف هنا ان البنت حرفيا بيدخل لها ناس عشان يجيبوها. البنت حرفيا بتفشخهم كلهم وبتقتلهم كلهم وتقوم رايحه طالعه. فين لوجان هنا بيعرف لاول مره ان هي شبهه فعلا. بعدين بيحصل حته فايت فشيخ، شويه فايتات كده جامده فشخ، لازم نتفرج على الفايتات دي يعني. الفيلم ده جامد فشخ والفايتات اللي فيه جامده فشخ، ما ينفعش حد يفوت فيلم زي ده بجد يعني. لوجان بيركب العربيه وبعدين بيقف للبنت وبعدين يستناها ويركب. هنا بنحس ان لوجان حرفيا حاسس بمشاعر ناحيه البنت. لوجان بيمشي وبعدين بيهربوا. الراجل الرخم ده قام رايح جايب صاحبنا المتعقب كاليبان وقعد يهدد ويقول له لازم تقول لي على مكانهم فين، وبعدين بيقعد يهدده وما بيرضاش. بعدين لما بيهدده اكتر ويفتح عليه الشمس وكده بيرضى طبعا عشان يعني ما يموتش نفسه. بعدين بيعرفوا مكانهم وبيروحوا لهم. لوجان بيفتح التليفون بتاع الست المكسيكيه. بعدين بنعرف ان هي كانت شغاله في معمل بيعمل تحاليل وحاجات وتحولات على
على بشر صغيرين عشان يبقوا متحولين، عشان اصلا المتحولين انقرضوا وعايزين يعملوا تجاربهم عشان يبقوا متحولين ويستخدموهم حرفيا كآلات حرب مش كبشر نهائي. الناس دي اصلا معاها الشفره الجينيه بتاعت لوجان، فعلشان كده هم عرفوا يعملوا واحده زي البنت دي بالظبط. بنلاقي اصلا ان تصرفات البنت مختلفه جدا، تحس ان هي حرفيا زي الاله، هي بتضرب بس وتقتل ومتعرفش، ما بتستخدمش عقلها وما بتعملش اي حاجه من الحاجات الطبيعيه بتاعت البني ادمين. فبعدين بنلاقي لوجان بيروح اوتيل، بعدين بيشتروا هدوم جديده ويطلعوا. لوجان بيروح عشان يبيع العربيه بتاعته، او مش يبيعها يعني، حرفيا هو بيرميها، بعدين يروح يشتري عربيه تانيه جديده. بعدين بنروح لوجان بيرجع، بنلاقي ان هم وصلوا مع عند لوجان وعند تشارلز، بيلاقيهم فوق. بعدين تشارلز بيجيله النوبة الغريبة، الحاجة الغريبة اللي بيجيله دي. بعدين لوجان بيروح يوقفوا، لوجان بياخدهم ويهربوا. هنا بنلاقي ان في دكتور يجي بالطيارة معاهم عشان يساعدهم انهم يلاقوا المتحولين ويلاقوا لوجان ويلاقوا صحابنا دول. بعدين بنلاقي احسن هربانة على الطريق، تشارلز بيهديهم وبيرجعهم تاني. العيلة اللي كان معاها الاحسن ديت قال لي لوجان بيروح معاهم ويعزموهم على العشاء. الدكتور بيقول لي كلمة، قول لي على مكانهم وانا مش هعمل لهم اي حاجة واخد البنت بس. وكلمة فعلا بيقول له على مكانهم عشان هو عايزهم يرجع وعايز يرجع لهم تاني. تعشم هما بياكلوا، بنلاقي البيت حرفيا بتاكل بطريقة يعني غريبة جدا، مفيش بني ادم بياكل كده. لوجان بيحاول يهديها، هي بتاكل بطريقة يا جدعان المنظر المقرف ده، هي ليه بتعمل كده الخرا ده. بعدين بنلاقي اصلا ان هما كلهم بيضحكوا وكده. لوجان هنا حرفيا تحس ان في لحظة واحدة كل حاجة بقت معاه، حرفيا بقى معاه عيلة، بقى معاه كل حاجة، معاه بنت تشارلز اللي زي ابوه، حرفيا بقى معاه كل حاجة. بيبقى في مشكلة في مواسير المية، فلوجان بيقول للراجل انا هاجي معاك. طلع جده ده في الأوضة، فجده بيقول له هي دي الحياة يا لوجان، عيلة وبس، لازم تبقى عندك حياة زي دي. لوجان بيقول له العالم ما عادش زي الأول يا تشارلز، والمكان اللي احنا رايحينه اللي اسمه عدن ده مش حقيقي أصلا، موجود في الكوميكس بس جده بيقول له بس هو مهم بالنسبة للورا، للبنت الصغيرة يعني. البنت بتاخد السماعة من الولا وتقعد في الأوضة، فبنلاقي حد طالع ويقوم مموت تشارلز. ايه ده بقى، ايه اللي حصل ده بقى؟ البنت حاطة السماعة في ودانها وسايبة الراجل يموت. مش فاهم التخلف اللي احنا عايشين فيه ده. الغب. لوجان بيرجع وبيلاقي حد ينزل، هو حرفيا في اللحظه دي مهنج، هو شايف نفسه وشايف هو مش فاهم ايه. بعدين بيطلع بيلاقي تشارلز بيموت، حرفيا بياخده وبينزل، وحرفيا كنسل البيت الصغيره من الحياه. فتشارلز بيموت. يا جدعان تمثيل باتريك ستيوارت في دور تشارلز اكزيفير ده جامد فشخ. قام رايح كلبا مفجر نفسه وفجر العربيه وفجر كل حاجه. لوجان حرفيا يا عم بيجي على الولد ده، بيجي حرفيا من يعني ما عادش شايف ايه ده بقى، خلاص هو حرفيا لو فضل يضرب فيه من القلب بكره خلاص. صاحبنا بيجي ويطير الراجل بالعربيه. لوجان بياخد البنت ويمشي، هو حرفيا مش قادر يا جدعان. الراجل بيرجع تاني، عمال يديله في حقن وهو يرجع، حاجة غريبة فشخ. الراجل ما بيموتش. في اللحظة دي لوجان كان معاه كل حاجة حرفيا بمعنى الكلمة، وحس بالهدوء لمدة لحظة واحدة بس، وكل حاجة اتاخدت منه تاني. يا جدعان بجد، يعني يا جدعان بجد لوجان هيخلينا اعيط بجد. يعني ممثل هيو جاكمان ده ممثل عبقري بطريقة فظيعة، يعني جامد فشخ. هو مش واخد حقه نهائي خالص، يعني مش عارف ليه بالذات في دور وولفرين، ممثل فشيخ بمعنى الكلمة. هو حرفيا لوجان بيقع على الأرض وما عادش قادر. بعدين بيصحى وبيلاقي العربية باظت، فبعدين البت اصلا البت بتروح تسرق العربيه وبتجيبها له تاني. انا مش فاهم ايه الهبل ده. نكتشف بقى يا جدعان البت اصلا طلعت بتتكلم وبتتكلم عن انا مش عارف هي بتقول ايه، صوتها عامل ايه كده، انا مش فاهم ايه الهبل. انا مش فاهم هي بتقول ايه بجد. يعني بيقول لها المكان اللي احنا رايحينه ده اصلا مش موجود، وانا ما عدتش قادر اسوق ولا عدت قادر اعيش حتى. لوجان بيسوق العربيه لفتره كده وبعدين هو حرفيا بيفصل شحن، ما عادش قادر حرفيا. هنا بقى انا مش فاهم هي ازاي بتسوق، يعني بنت قد الصباع بتسوق. انا مش فاهم هي ازاي بتسوق ولا طايره الفرامل انا يعني بنروح للمكان وبنلاقي اصحابها بجد موجودين. بعدين بيلاقي الواد ده بيديله المنشط بتاعنا، يعني بيخليه حرفيا ضعف قوه لوجان دلوقتي. بس يعني مش يعني الوقت مؤقت، المفروض ياخد جرعه صغيره بس هو لو خدها كلها حرفيا هو هيموت نفسه. لوجان لما بيصحى ما بيلاقيش اي حد موجود، بيعرف ان الناس عرفت مكانهم وان هم هربوا عند الغابه وكلهم بيجروا ورا بعض. بعدين لوجان بياخد المنشط، ياخده كله، يعني حرفيا ما بياخدش جرعات، لا بياخده كله حرفيا. يعني بيهيج عليهم كلهم، بيفشخ اي حد يقابله بمعنى الكلمه. بس حرفيا مفعول المنشط بيروح. بتشوف لوجان هنا ان هو بقى اب بمعنى الكلمه، حاول يحمل بنته وحرفيا بيضحي بنفسه. لوجان حرفيا بيبقى بيموت والولد بيفشخ فيه خلاص. البنت بتقوم على الباب المسدس، وده حرفيا احلى حاجه عملتها من اول الفيلم. بنشوف هنا بقى ان لوجان حرفيا بيودع وخلاص، ما عادش يعني حرفيا ما عادش موجود. هو انا توقعت ان ممكن شخصيه زي لوجان دي ممكن تموت اصلا. البنت حرفيا يعني كانت اول مره تحس ان في حد بيحميها وحد بيحبها. لوجان بقى لوجان اصلا كان عايز يضحي بنفسه من زمان، ما كانش طايق العيشه، فاضل وقت عملها الهدف معين، يحمي بنت بيحبها او بقى بيحبها يعني. وعمنا لوجان بيقول لها ما تبقيش زي ما هم صنعوكي. بابا يا جدعان بس يا جدعان ايه النهايه الفشيخه دي، هي جامده فشخ يا عم، مفيش احلى من كده حرفيا. وبس تنتهي اجمل شخصيه سوبر هيرو حرفيا هتشوفها في حياتك، وهنا يركض لوجان. بس كده.